كلنا بنقع في فخ الاستهانة بالرقم الصغير، كوباية قهوة أو سناك سريع ديليفري بدل ما تطبخ، وحاجات كلها بتبان إنها شوية فكة. بس لو حسبت الفكة دي بجد على مدار شهر أو على مدار سنة هتلاقيها بتعمل مبلغ ضخم جدا. المبلغ ده كان ممكن يغير حياتك فعليا لو استثمرته بشكل صح. المصاريف الصغيرة دي عاملة زي الخرم في خزان مية كبير، مش هتحس بيه غير لما تلاقي المرتب نشف منك فجأة، وتسأل ساعتها هي الفلوس طارت فين؟ الحل مش إنك تحرم نفسك، لأ خالص، الحل إنك تراقب مصاريفك وتعمل ميزانية محددة وواضحة. الوعي بالرقم الصغير هو أول طريق للغنى. وهم التخفيضات عروض بتشفط فلوسك حرفيا. بتشوف يافطة جميلة مكتوب عليها خصم 50%، فبتجري على طول تروح تشتري حاجة أنت أصلا ما كنتش بتفكر فيها، وتقنع نفسك إنك وفرت نص التمن. بس دي مش حقيقة. الحقيقة الرياضية القاسية هي إنك ما وفرتش 50% ولا حاجة. بالعكس، أنت صرفت 50% من فلوسك على حاجة أنت مش محتاجها من الأساس. الشركات بتلعب على العامل النفسي، الخوف من ضياع الفرصة، لازم ألحق أشتري الحاجة بسرعة لأن عليها خصم 50%. فبيخلقوا وهم الاستعجال عندك عشان يقفلوا عقلك المنطقي ويفتحوا محفظتك. قبل ما تفكر تشتري في أي أوكازيون اسأل نفسك سؤال واحد مهم: هل كنت هتشتري الحاجة دي لو كانت بسعرها العادي؟ لو الإجابة لأ، يبقى ده فخ والحاجة دي أنت مش محتاجها ولا أي حاجة. الشراء العاطفي أو دوبامين الشوبينج. متضايق، مضغوط من الشغل، أسهل حاجة بتعملها إنك تفتح الموبايل وتطلب أوردر عشان تدلع نفسك وتحسن مزاجك. إذا كان الأوردر ده أكل أو إذا كان حاجة أنت محتاجها، سماعة تليفون، حتى لو سكرينة موبايل. الشراء بيفرز الدوبامين في المخ وبيديك إحساس مزيف بالسعادة مؤقت مش أكتر، بس للأسف السعادة دي مدتها مش أكتر من 5 دقايق بالظبط. بعدها بيجي الندم، بتكتشف إنك لسه متضايق زي ما أنت، بس بقيت متضايق ومفلس كمان في نفس الوقت. هقولك على قاعدة هتغير قواعد اللعبة، أهم حاجة تطبقها صح. قاعدة ال 24 ساعة. لو عجبك حاجة أونلاين حطها في السلة واقفل الموبايل ليوم كامل. غالبا صدقني هتنسى إنك عايزها أساسا. المظاهر الكدابة وعقدة المواكبة. لما يكون مرتبك محدد، أكبر غلطة ممكن تدمر حياتك هي إنك تعيش على الحديدة، بس بتجيب حاجات جديدة أو موبايل حديث أو عربية حلوة بس عشان تواكب اللايف ستايل بتاع الناس اللي حواليك أو اللي بتشوفهم على السوشيال ميديا. المظاهر دي هي أسرع طريق لسباق الفئران. بتفضل تشتغل زي المكنة عشان تسدد الديون اللي عليك والأقساط، ولو فكرت فيها في الآخر هتلاقي إنك أساسا شاري حاجات مش مهمة أوي، أو ممكن كنت تشتري أرخص منها وتعمل نفس الغرض. بس أنت زنقت نفسك عشان بس تبان إنك شبه الناس اللي حواليك، ودي مشكلة كبيرة جدا. السر هنا إنك تعيش أقل من إمكانياتك بشوية، ده مش بخل ولا حرمان ولا أي حاجة من اللي كانوا بيقولوها زمان لينا. دي أذكى طريقة تحمي بيها مجهودك وتشتري بيها حريتك. لأن الفلوس اللي أنت بتصرفها في التفاهات دلوقتي دي ممكن بكرة تحتاجها في أزمة حقيقية. زي لا قدر الله لو جه مرض مفاجئ ومحتاج تدفع مبلغ في المستشفى، هتجيب فلوس منين وانت عليك اقساط بالعبيط اساسا؟ واخر نقطة مهمة جدا هي نقطة وحش الاشتراكات المنسية. الشركات دلوقتي ما بقتش تبيع لك المنتج، بقت تبيع لك الاشتراك. $5 هنا في الشهر و10 دولار هناك في الشهر. ارقام بتبان بالنسبة لك تافهة حتى لو مش بالدولار، حتى لو بالجنيه المصري. زي اشتراك الجيم اللي انت مش بتروحه اساسا، اشتراك شاهد واشتراك نتفليكس والمنصات الكتير اللي انت مش بتفتحها غير مرة او مرتين في الشهر كله، وبرامج الموبايل اللي نسيت انك مشترك فيها اساسا. الاشتراكات دي عبارة عن مصاصين دماء حرفيا خفيين بيسحبوا من رصيدك كل شهر بهدوء وانت مش حاسس، لان الخصم ده بيتم اوتوماتيك. اعمل جرد لحسابك البنكي النهارده والغي اي اشتراك مش بتستخدمه في اخر 30 يوم. هتتفاجئ بكمية الفلوس اللي هترجع لك والفلوس اللي كانت بتدفع في الهواء وانت مش بتستفاد بيها اساسا. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوفني الحلقة الجاية. سلام.